السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تشوفوني وبأي وقت كنتوا عم تشوفوني فيه. إذا عم تشوفوني لأول مرة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديوهاتي بنزلها. اليوم جايبت لكم وصفتين للي ما عنده قدرة يشتري لحمي، رح ساوي له إياهم بالدجاج ورح ياخد نتيجة إن شاء الله كتير كتير رح تعجبه. بس أول ما نبلش بوصفتنا حطوا لي لايك عشان نتفق من أولا. هون معنا كيلو سفانات دجاج فارمتون، وهون عندي كوسة رح اعمل كوسة شيخ المحشي وبحشوة الدجاج، وشوفوا شلون رح تاخدوا نتيجة طيبة. وهون معي برغل نقعته حاطط له سفانات دجاج. هلا هدوني اقل من كيلو برغل، حطيت لهم نص كيلو، كمان اقل من نص كيلو دجاج وبصل صغيرة، وحطيت البهارات ونقعتهم بمي لانه بدي افرمهم بالماكينة. وهون عندي بصل انا فارمي هون للكبة، وهناك كمان للشيخ المحشي، وحاطة كمان معهم دهني عشان نقليهم هيك ياخدوا طعمي كتير كتير طيبة. يلا خلينا نبلش اول شي بالحشوة. نبلش اول شي بالبصل، خليه يدوب عندي هون الشحمي، واللي ما عنده بامكانه يستخدمها بالزبدة او الزيت. رشة ملح مشان يدبل البصل معنا، لما بترشوا له رشة ملح فورا البصل بيدبل. بعد ما دبل البصل حنحط الدجاج، حط شوي هون شوفوا عم سهلكم الامور، عم بسط لكم اياها، وما تقولوا ما بنقدر نعمل كبده ما في لحمه، لا ليكوا بالدجاج. حتى بامكانك تجيبي دجاجه وانت عندك بالبيت تسحبي منها العظم وتساويها، حتى بتصير الحشوه اطيب اذا فيها بخاد والسفانات. واذا ما بدك تحطي على البرغل كمان لحمه كمان بامكانك تساويها. انا مساويتها بهالمره للكبه بالبطاطا وبالسميد. واذا تذكرت رح احط لكم رابط الوصفه صندوق الوصف. هلا خلينا نحط البهارات. فلفله حمراء هون نفس الشي، نحط فلفل، وهون كمان شوي كمان هون، يعني معلقة صغيرة، شايفين هي معلقة تكون معرمة. حنحط ملح وهون كمان. هلا الكبة هاي انا رح ساويها، رح احط منها بالفريزر وشوي رح اقليهم، يعني ما رح اقلي كل الكمية. وبالحشوة تبع شيخ المحشي رح احط بقدونس، افرم بقدونس بس اخر شي مشان يضل هيك حافظ البقدونس على لونه. حنحط كمان شوية كزبرة لانه الدجاج بحب الكزبرة. كزبرة وهون معلقة صغيرة. بردت عنا الحشوة، خلينا نعبي. انا اخر شي ضفت البقدونس. نحشيها كتير منيح. ما شاء الله كل كوساية عندي ما لقيت كوسة صغيرة. بس مشان الصبايا اللي مالن قدرة يجيبوا لحمة
انا سويت لهم هذا الفيديو. خلصنا من حشي الكوسايات. هلا رح نعمل الكبه. شوفوا ما احلى، حطيت لهم معلقه دبس فليفلي مشان هيك يصير لونهم حلو. هلا بنبلش تشكيل. مثل ما قلت لكم اللي ما بيحب يحط لحمه بامكانه يعملها كمان يا ببطاطا يا بالسميد، والطريقتين موجودين عندي على القناه. هيك راح نساويه. خلصنا من الكبكبة. شو رأيكم؟ هلا خلينا نقلق الكوسة مشان نساويهم ونطبخهم باللبن. ونقعت رز مثل ما نكون شايفين كمان، وترى من الفتوش، وهيك شوي شوي ان شاء الله لبين ما يغدي المغرب يكون كل شي جاهز معنا. هلا بعد ما قلينا الكوسة خلينا نحضر اللبن. انا هون حاطة بيضة ورح نضيف اللبن. ونخلطهم كتير منيح. حطيت لهم معلقة نشا وبنمزج. هلا حطيت لحتى غلي ضفت لهم كاسة مي، بس لقيتهم انه بدهم كمان هيك شوي عشان بتعرفوا لسه الكوسة بدها تنطبخ. واذا ما حطينا شوية مي مع اللبن رح يسمك كتير وشكله ما رح يكون حلو. بلش يغلي. هلا خلينا نسقط الكوسة. هيك سقطناهم. هلا شو رح سوي؟ طلعوا علي. هلا انا فاضل معي هيك معلقة من الحشوة. شو رح ساوي؟ رح اضيفها فوق اللبن. شوفوا بيطلعوا طعمتهم غير شكل. هاي الطريقة وهاي الحركة امي بتساويها، كانت الله يذكرها بالخير. لكننا مساوي شيش برك او كبة لبنية او اي شي بلبن مثلا فيه حشوة، ويبقى حشوة هيك تحطهم بقلب اللبن بيطلعوا غير شكل. هلا مخليهم رح انقلهم على الراس الثاني مشان نبلش بالرز. بدنا نطبخ الرزات. حطيت شوية زيت وراح اضيف عليهم هيك شوية زبدة لانه انا مو كترة رز. واليوم الرز رح ساويه بدون شعيرية. هنضيف الرز وبدي احمص الرز كتير كتير منيح. 4-5 دقايق بدي حمصه. شوفوا كيف حمصته كتير كتير منيح.
هاي الطريقة بدك تساويها بدون شعيرية. هلا انا حتى مع الشعيرية بحمصها، بس هون اكتر لما بدي اطبخها بدون الشعيرية. خلينا نحط الملح. صبايا وينكم؟ وين تشجيعاتكم؟ وين دعمكم لإلي؟ وين وقفتكم معي؟ كل فيديو بعيط لكم وبناديكم. هلا نحط المي. اهو الرز اللي عندي شو بياكل مي. هلا لما بتطبخيه بالشعيرية الرز بياكل مي اكتر من انه تطبخيه بدون الشعيرية. هيك صار جاهز. خليه يغلي ونهدي الغاز ونسكر عليه. شوفوا يا عيني. هلا شو رح نساوي؟ رح نقلي كم قرص كبي، وشوربة انا عندي من قبل كمان رح نسخنها. شو رأيكم؟ لهون سفرتنا وفطورنا لليوم بيكون انتهى، وان شاء الله بيكون عجبكم. خليني اورجيكم. واذا عجبكم شو رح تساووا؟ رح تدعموا لي القناة وتشيروا لرفقاتكم لاصحابكم، وان شاء الله صياما مقبولا وافطارا هنيئا باذن الله تعالى. ولهون بيكون فطورنا انتهى. شيخ المحشي عملنا شفتوا، والكبي، وكله اليوم بالدجاج. مشان اللي ما عنده قدرة يجيب لحمة عملت له شيخ المحشي والكبي بالدجاج. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمي للقناة باللايك والشير وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديوهات بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.